الفضول هو اللي قتل القطة. بس في حالتي الفضول كان هيقتلني أنا. الحكاية بدأت بليل كئيب من ليالي الشتاء، وأنا قاعد قدام شاشة اللابتوب في أوضتي الضلمة، والملل واكل دماغي لدرجة إني كنت بدور على أي حاجة تخرجني من روتين اليوم الميت. كنت دايماً بسمع عن الدارك ويب والقصص المرعبة. كنت بقول إنها مجرد مبالغات من اليوتيوبرز عشان يلموا فيوز، لحد ما في الليلة دي الفضول غلبني وقررت أدخل فعلاً وأشوف بنفسي إيه اللي بيحصل ورا الستارة دي. مشيت ورا لينكات غريبة ومواقع مشفرة لحد ما وصلت الموقع ملوش عنوان واضح، مجرد أرقام وحروف عشوائية بتنور وتطفي بلون أحمر باهت. الموقع كان بيعرض حاجة واحدة بس، ميستري بوكس، الصندوق الغامض. السعر كان $500. مكتوب تحته جملة واحدة خلت شعري يقف وجسمي يتنفض: إحنا عارفين أنت محتاج إيه، وعارفين أنت فين بالظبط. ضحكت باستهزاء عشان أداري الخوف اللي بدأ يتسلل لقلبي، وقلت لنفسي أهو ده النصب اللي على أصوله، شوية هبد عشان يسرقوا الفلوس من المغفلين اللي زيي. بس السبب مش مفهوم، وكأن في قوة خفية بتشدني. إيدي اتحركت لوحدها ودفعت بالبيتكوين اللي كنت شايله للزمن. قلت أهو تغيير. بعد أسبوع وفي ليلة كان المطر فيها بينزل بغزارة، الساعة كانت 3 الفجر، سمعت خبطة مكتومة على باب الشقة. قمت وأنا قلبي مقبوض، فتحت الباب. ما لقيتش حد في الممر الضلمة، بس لقيت صندوق خشب قديم مقفول بأحكام، وريحته كانت غريبة جدا، ريحة تراب مع حاجة تانية نفاذة وكريهة زي ريحة اللحم لما يبدأ يفسد. دخلت الصندوق وقفلت الباب ورايا بأحكام، وكأني بحاول أحمي نفسي من حاجة مجهولة. قعدت على الأرض في الصالة، واللمبة كانت بتطلع صوت زن، وكأنها بتحاول تقولي اهرب قبل فوات الأوان. بدأت أفتح الصندوق بآلة حادة، وصوت الخشب وهو بيتكسر كان بيعمل صرخة مكتومة. أول طبقة كانت ورق جرايد قديم مصفر ومهري، ومكتوب عليه بخط أحمر عريض وكأنه دم ناشف: ممنوع الفتح، العواقب وخيمة، ومحدش هيلحقك. تجاهلت التحذير بقلب ميت وكملت. جوه الصندوق لقيت حاجات غريبة خلتني أشك في قوايا العقلية. أول حاجة كانت ساعة إيد مكسورة، عقاربها واقفة بالظبط على الساعة 3. تاني حاجة كانت خصلة شعر سودة طويلة ناعمة مربوطة بشريط حرير أسود. لما لمستها حسيت برعشة برد مش طبيعية في جسمي، وكأن صاحبة الشعر ده واقفة ورايا وبتنفخ في رقبتي بنفس بارد. الرعب بدأ يتسرب لقلبي لما لقيت تالت حاجة، ميدالية مفاتيح شكلها مألوف جدا، لدرجة إني قمت جربتها على باب شقتي ولقيتها بتفتح بسلاسة مرعبة. إزاي حد في الجانب التاني من العالم يقدر يبعت لي نسخة من مفاتيح بيتي اللي مفيش حد غيري معاه نسخة منها؟ نفسي بقى تقيل، والحيطان بدأت تضيق عليا، وكنت عاوز أرمي الصندوق وأهرب من الشقة، بس الفضول كان لسه مسيطر على عقلي. في قاع الصندوق كانت آخر حاجة صورة بولارويد محطوطة على وشها. كانت ألوان الصورة لسه بتظهر ببطء شديد. مسكتها بإيد بتترعش واستنيت. لما الصورة وضحت حسيت إن الأرض بتهتز تحت رجلي. الصورة كانت ليا أنا، وأنا قاعد قدام الصندوق، متصورة من الزاوية الضلمة اللي ورا الكنبة. في اللحظة دي سمعت صوت ترباس باب الشقة وهو بيتفتح ببطء شديد. الصوت كان واضح. لفيت راسي ببطء. الباب كان بيتفتح فعلا، وصوت المفصلات كان بيزيق زي صرخة مكتومة. قلبي كان هيقف ونفسي اتحبس لدرجة إني حسيت بوجع في صدري. الممر ورا الباب كان عتمة قاتمة، وفجأة النور رعش رعشة أخيرة وانطفى. بقيت في ضلمة ما فيهاش غير ريحة الصندوق اللي بدأت تزيد وتخنقني. سمعت صوت خطوات حافية على السيراميك، خطوات تقيلة ومبلولة. الخطوات كانت بتقرب مني ببطء،
وأنا مش قادر أتحرك، كأن رجلي اتسمرت في الأرض. وفجأة حسيت بإيد باردة بتتحط على كتفي. صرخت بس مفيش صوت طلع. فتحت كشاف الموبايل والنور وقع على الزاوية اللي ورا الكنبة. ما لقيتش حد، بس لقيت كاميرا بولارويد قديمة مرمية على الأرض، وطالع منها صورة تانية لسه بتظهر. لما الصورة وضحت شفت نفسي وأنا ماسك الموبايل وبصور الزاوية دي، وكان فيها كيان لازق في ظهري، وشه مشوه وعيونه ثقوب سودا، وفتح بقه بابتسامة مرعبة واصلة لودانه. لفيت بجسمي كله وأنا بصرخ. جريت على باب الشقة عشان أهرب، بس الباب ما كانش بيفتح. سمعت همس في ودني، نفس النفس البارد: انت اللي طلبت واحنا وفينا بوعدنا. الفضول تمنه غالي يا صديقي. بصيت في المراية وشفت وشي بيبهت ويختفي، وعيني بتتحول لثقوب سودة. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة الصندوق. لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وكمان شارك القصة مع أصحابك وأحبابك. وما تنساش تكتب رأيك في الكومنتات، وتدعي لإخواتنا في غزة والخليج والسودان ولبنان، ربنا ينصرهم ويكتب لهم السلام والأمان. سلام يا صديقي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.